مزاد لاعلى سعر في الزمالك في الشتاء. الزمالك هيفتح المزاد على اي لعيب، اي لعيب تتخيله الزمالك موافق على بيعه، ما عندوش اي مشكله. اللي هيجيله عرض الزمالك هيوافق على اعلى سعر هيجيله، هيقول له يلا. الزمالك في ازمه ماليه طاحنه، ازمه ماليه كبيره جدا، افلاس في الزمالك. فالزمالك عايز اي مخرج. المخرج ايه؟ فريق الكوره. يلا نبيع منه لعيبه. هل في نجوم في الزمالك؟ لا، مفيش نجوم في الزمالك الحقيقه. لعيب يجيب لك مبلغ كبير قوي؟ لا مفيش، عشان نبقى متفقين. لكن الفلوس اللي هتيجي من فرقه الكوره اي لعيبه هيتباعها ومشي بيها الدنيا في اي حته. ابرز اللعيبه اللي ممكن تمشي من الزمالك في يناير اولهم حسام عبد المجيد، اخوه اللي هو وكيله طالع كل يوم بيتكلم احنا هنمشي عن طريق الزمالك، الزمالك لازم يستفاد، وعندنا عرض من البرتغال وعرض من المكسيك وعرض من فرنسا، وعندنا شويه عروض اوروبيه، وهنجيب اعلى سعر للزمالك وهنمشي، وعشان الزمالك يستفاد ماديا. والزمالك منفتح بقوه على بيع حسام عبد المجيد، واكبر رقم هيجي في حسام الزمالك هيقول له شكرا يلا بالتوفيق ربنا يوفقك. اللعيب التاني هو محمد عواد. جون ادوارد منفتح على بيع محمد عواد من الفترات اللي فاتت، عايز يمشي محمد عواد باي طريقه. اي عرض قوي هيجي لعواد، وعواد في كذا فريق هيبقى محتاجه هيدفعوا فيه سعر كويس، الزمالك هيقول لعواد ربنا يوفقك. زي ما قلت لك الزمالك محتاج فلوس باي طريقه. ناصر منسي مهمش بشكل كبير جدا في الزمالك. هو بدأ وحش، بدأ مش مركز، لكن فرصه تديله فرصه فرصتين لا انت ركنته على جنب. ناصر منسي ايضا عنده بعض العروض من الدوري المصري، وقد يكون هناك عرض من ليبيا، فالزمالك منفتح بقوه على بيع ناصر منسي ايضا في الشتاء. يا راجل ده حتى سيف جعفر الكابتن ايمن الرمادي متمسك بيه في سيراميكا جدا، وقد يكون هناك عرض رسمي خلال ايام قليله من اجل التعاقد مع سيف جعفر، سواء عن طريق البيع او عن طريق انا شايف يتباع. لو جاب اي رقم برضو الزمالك يستفيد منه ماديا. فهل في قائمه تانية؟ هل في لعيبه مرشحه للمشان؟ في لعيبه مرشحه للمشان، لكن لسه الكلام مش واضح حتى، لكن دول ابرز اللعيبه المرشحين للخروج عن الزمالك بقوه خلال الفتره القليله القادمه والايام القليله القادمه، حتى خلال كاس الامم الافريقيه ممكن نسمع اخبار عن انتقال احد اللاعبين او اتمام الانتقال الى اي نادي تاني. بالتوفيق للزمالك. الوضع صعب زي ما قلت لك، كده كده ما فيهاش نجوم، ما فيش نجوم في الفريق ان انت تفكر فيهم. لا خلاص اللي مشي زي ما يقعد، لكن لو مشي وجاب فلوسه من وجهة نظر الاداره واداره الكوره مصلحه.